بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمم من اتبعه ولا إلى يوم الدين. هنا بريدة الحاكم بأمره في كرة القدم المصرية. هنا بريدة أول رئيس اتحاد كرة قدم مصري بسبب تحديد بطل الدوري اتحولت لمحكمة رياضية دولية. أول حاجة من نوعها لما يكون جاي بعد ما أجبروا على الاستقالة واتطرد من اتحاد الكرة المصري بسبب نكسة كأس العالم، المباراة الفضيحة اللي كانت أمام السعودية، المباراة اللي اتباعت. دي ينتقم من الكرة المصرية. الرابطة في إيديها بطولة الدوري، والحكم بأمره مسؤول عن تعيين الحكام. والرابطة أرسلت خطاب لبوريدة وحط صورة الاتحاد الكرة والمجلس، لا بترسل لبوريدة بتعيين حكام مباراة الأهلي والزمالك، المباراة اللي تم تحديدها فجر اليوم بجدول غباء اصطناعي. رفض أبو ريدة تعيين حكام لأنه كان جاي لغرض ما في نفس يعقوب، جاي يتحدى الجميع عشان يقول لك أنا الحاكم بأمره في الكورة. الرابطة قالت أنا هدفع حكام أجر أو راتب حكام مباراة، برضه رفض وصمم، وقف بجوار الزمالك. لكن العيب مش عليه، العيب على الرابطة. انتي مشيت في طريق ما كملتوش ليه؟ يعني انتي اللي أقويتي الأهلي إنه ما يروحش المباراة، لأن في لائحة إن ومن حق الرابطة إن هي تطلب حكام أجانب المباراة. في إيه انتي بدأتي وفي إيه بتوقع عقوبة على النادي الأهلي؟ طب ليه ما أصدرتوش قرار